وانا قاعد في الارض جاني واحد قال لي هاي حور، انا احمد ولد يوسف جاي لك النهارده وطالب مني 15,000 مقابل 35% من الجاموسه اللي عندي. قلت له هتعمل ايه بال 15,000؟ قال هجيب بيهم علف وتبن قبل ما تموت، ولما تكبر ونشفيها هعمل منها مشروع لحمه مجففه تفتح الكيس هوب تاكل طوالي. قلت له والسيلز هتبقى ثرو الويب سايت ولا هتبقى في اي انذر تشانلز؟ قال لي انا هبدا ببقاله الامانه. قلت له انت عامل دراسه جدوى؟ قال لي انا دارس في المعهد العالي. قلت له ام سوري ام اوت. انا بيرسونالي حاسس ان مفيش ميزه ليا ان انا اخش معاكم، وانت كمان معاك دقيقه وتكون اوت. نورت الشاي يا محمد. السلام عليكم يا أحباب، معكم الحاج علي من برنامجكم المفضل برنامج البندر. 5 رجال أعمال اتجمعوا في قعدة واحدة، أحمد السويدي ومحمد منصور وأيمن عباس ومحمد فاروق وعبد الله سلام. وشهم هيلمع من كتر الفلوس. كانوا قاعدين يتودودوا في ساعة صفا كده ويتكلموا عن استثماراتهم وهنعمل ايه جديد. قالوا لك بس واحنا هنتعب روحنا ليه ونفكر؟ احنا نجيب شباب عنده مشاريع ونخش معاهم. واحد فيهم قال بس احنا نعمل شارك تانك النسخة المصري، وكانت دي بداية شارك تانك اللي بدأ في 2023. هاي شاركس، انا عليا. ورغم ان البرنامج بقاله سنة واحدة بس، الا انه عمل 3 مواسم لحد دلوقتي، وبسببه اتفتحت طاقة قدر لشباب كتير. انا اتمنى اكون معاك. لا ده شرف ليا احنا جدا كلنا جدا. كده مع، يعني اي حاجه احنا معاك. طيب وهي لجنة التحكيم بتعمل كده ليه يا ابو عمو؟ فكرة البرنامج كلها جايمة على الابداع. يعني من الاخر كده لو انت معاك فكرة حلوة وجديدة هتفيد الناس هنساعدك، وده علشان تبدأ مشروعك الخاص وتكبر شركتك. بتروح البرنامج وتشرح فكرتك قدام 5 رجال اعمال، وفي اخر كلامك بتقول لهم المبلغ اللي انت عاوزه عشان تشتغل كام، وكمان نسبة رجال الاعمال اللي هيمولوا لك شركتك. أنا نور الدين مؤسس زي، طالب 15 مليون جنيه مقابل 15% من الشركة. وهم كمان هيقولوا لك على عروضهم، ويا تقبل يا ما تقبلش. البرنامج نجح نجاح كبير من وقت ما بدأ، وبدأت الناس تتكلم عنه على السوشيال ميديا. وكمان كان في مشاريع وعروض غريبة بتشارك، زي الطفل يوسف اللي عنديه 14 سنة وطلب 370 ألف جنيه مقابل 15% من شركته. فكرة يوسف بتسهل عليك تحاسب على الحاجة من غير ما تقف في طابور طويل. اتوصف يوسف بانه اصغر واشجع واحد وقف قصادهم. بجد لو عندي كاس هديهولك. والله والله بجد والله. ده الواحد لما يتأخر شوية وجماعته تسأله كنت فين ملامح وشه بتتلخبط. ومنه اللي عملت مشروعها من سم العجارب بدل ما كنا مضطرين اننا نستوردها من بلاد بره بالشيء الفلاني. واعتقد ان مفيش اكتر من العقارب حدانا. ممكن امسكها كده. ايمن مفيش داعي يا ايمن. طب هسيب لحضرتك ماشي. ده وانت امسكها من هنا. لا خلاص ميرسي شكرا. وابهرت الكل. واسراء اللي اهتمت بتعليم الطفل بشكل مبدع، وان هم يخرجوا جيل فاهم كل حاجه مش بيبرطم كلمتين انجليزي وخلاص. وتفكير سميه في تطبيق بيساهم ويطور في السياحه العلاجيه. اختيارنا لمصر كان بسبب انها في المركز الرابع على مستوى الخليج والشرق الاوسط، والمركز ال26 عالميا في السياحه العلاجيه. البرنامج كل يوم هيكبر ومشاهداته هتزيد، وشباب كتير مشاريعها بتكبر بسبب الشركس. العيال عايزه تعتمد على نفسها وتفكر ازاي تفيد نفسها وتفيد المجتمع وسط التطور اللي احنا فيه دلوقتي. وكميه الشركات الستارت اب كيف احمد ولد يوسف بتقول لك ان الناس عندها فكر وبتحاول تعمل حاجه. انا بعد ما وصلت للموسم الاول والثاني الافكار اللي شفتها هتخلي الواحد فخور انه صعيدي، ثانيا انه مصري. احنا عندنا اكتر من 677 شركه ناشئه في مصر كلها، بيوفروا اكتر من 45 ألف فرصة عمل، ونسبة الشركات اللي تتوسع محليا وعالميا 6.2%. عشان كده فرصة زي دي لازم تحضر لها كويس، وسواء قدرت تقنع الشاركس او ما قدرتش فانت لازم تكمل سعي وتثق في نفسك وان دماغك دي شغالة وبتفكر. بس قولوا لي بقى، انا غلطان اني ما وافقتش على مشروع احمد ولد يوسف ولا اني صح؟ هستناكم تقولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب عشان اللي مش هيعمل هو عارف اللي هيجراله. قفل يا واد.